بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. الطريق إلى الذهب. الطريق إلى الذهب طريق مملوء بالجهد والعرق في مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية، حيث شركة السكري لمناجم الذهب. في هذا الطريق سار الأجداد من القدماء المصريين بحثاً عن الذهب، وهذا ما ذكرته خرائط البرد منذ 3200 عام. هذا المعدن النفيس الذي أبهر الأمم في جميع الأزمان، حيث كان المصري القديم يستخرج الذهب في منطقة الصحراء الشرقية في الوقت الذي كان العالم في العصر الحجري ولا يعرف شيئاً عن هذه الصناعة، واستخدم الذهب في عمل التماثيل والتحف الفنية والتي كانت تخلد ذكرى الملوك والأمراء. وفي نهضة مصر الحديثة التي ابتعثها الرئيس محمد حسني مبارك، تضافرت كل الجهود لتوفير كافة أوجه الدعم لتنمية الثروات والموارد الطبيعية في مصر. فكان إشراف السيد المهندس سامح فهمي وزير البترول على النشاط التعديني وهيئة الثروة المعدنية تأكيداً لاستراتيجية تهدف للمشاركة في الانطلاق بنشاط البحث عن الذهب وإنتاجه، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل وتوفير فرص عمل جديدة، حيث قامت هيئة الثروة المعدنية بزيادة أنشطة البحث الجيولوجي والاستكشاف بأحدث الأساليب العلمية، وتحديد أماكن تركيز شواهد خامات الذهب والمعادن الأخرى على الخرائط الجيولوجية. فكان الكشف التجاري الهام لشركة سنتامين الأسترالية المتخصصة في عمليات اكتشاف واستخراج الذهب، مشتركة مع هيئة المساحة الجيولوجية، حيث صدق مجلس الشعب المصري على الاتفاقية الخاصة بها، وأصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بقانونها تحت رقم 222 لسنة 1994 ميلادية، لتبدأ مرحلة جديدة لمنطقة السكري تخرج بها إلى النور في نهضة تكنولوجية حديثة. وعلى أرض الواقع قامت شركة سنتامين إيجيبت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب بعمليات البحث الاستطلاعي لمنطقة السكري وما حولها في الصحراء الشرقية، مستخدمة الأساليب الحديثة في الكشف على الذهب المنتشر في الصخر وبأعماق كبيرة، وليس الموجود في الكوارتز كما هو متعارف منذ عهد المصريين القدماء والعصور الحديثة. وكانت تحمل مؤشرات إيجابية على وجود الذهب بها، إلا أن الدراسات التفصيلية تركزت على جبل السكري. وبهذه الفلسفة نجحت الشركة في إنشاء أول مشروع تعديني للذهب في مصر، لينطلق معها المارد الذهبي السكري، والذي ظهرت باكورة إنتاجه مع بداية عام 2010 ميلادية. يقع منجم ذهب السكري بمنطقة جبل السكري على بعد حوالي 25 كيلو متر
جنوب غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية. وتكونت شركة السكري لمناجم الذهب في مايو 2005 بعد انتقال تبعية نشاط الثروة المعدنية إلى وزارة البترول، لتكون شركة مساهمة بنسبة 50% لكل منهما، لتتقدم عمليات تنمية منجم ذهب السكري بقوة. وارتفع معدل الاحتياطي من 3 ملايين أوقية إلى حوالي 13 مليون أوقية حتى الآن، مع استمرارية عمليات الاستكشاف في باقي أجزاء المنجم. ومن المقدر إنتاجهم خلال 30 عاماً، الأمر الذي يصنف منجم السكري ضمن أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم. وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع بحوالي 426 مليون دولار، وجاري حالياً تنفيذ برنامج البحث. يأتي هذا بعزم الرجال وبراعة الأبطال الذين واصلوا الليل بالنهار في البحث والتنقيب، يروون صخور الجبال بحبيبات العرق الذكية لتتفجر معها اكتشافات جديدة من الثروة الذهبية. وتستمر رحلة العطاء في عمل الدراسات التفصيلية بإعداد خطة لإنتاج الذهب بجبل السكري، لتحديد المساحة التي يتركز فيها معدن الذهب وحساب الكمية التي يمكن استخراجها، على أن يبدأ الإعداد للإنتاج بمعدل 200,000 أوقية تزيد إلى 500,000 أوقية سنوياً بعد 2 سنين، وذلك بإنشاء منجم مفتوح طاقته السنوية تبلغ 4 ملايين طن من الأحجار، تزداد تدريجياً إلى 10 ملايين طن من الصخر الحاوي على الذهب، بمتوسط 2 جرام في الطن من الصخر. فكانت عملية الاستكشاف، والتي تتم بطريقتين: طريقة الحفر الماسي الذي يستخدم للأعماق الكبيرة ويعطي عينة اسطوانية، وطريقة حفر الدورة المنعكسة وتعطي عينة من فتات الصخر يتم معها استخدام ماكينات ضغط الهواء العالي لتكسير الصخور في باطن الأرض، ويتم استخراجها من خلال أنابيب إلى السطح، ويتم التأكد من دقة النتائج المستخدمة، وذلك باستخدام الأساليب العلمية لمطابقة الجودة والاختبار المستمر للمعامل. وتستخدم هذه النتائج في رسم خرائط جيولوجية ثلاثية الأبعاد لما تحت الأرض